السلام عليكم يا جماعة. احنا هنعمل الحلقة النهاردة عن موضوع التخسيس. يعني اسمع، انا اقول لك ايه، عجبك كلامي؟ انا مش دكتور يا ابن الناس، بس شفت في مجال حياتي وانا بتكلم عن الحاجات اللي بتخص حياتنا. ولا اريد من احد جزاء ولا شكورا، انا عايز الاجر من الله سبحانه وتعالى. التخسيس يا جماعة، شوفوا افضل حاجة الطبيعة. يعني حضرتك الاكل يبقى فيه اكل صحي في البيت. حضرتك المطبخ بتاعك مليان باكل صحي، انت بتاكل اكل صحي، بتنظم وجباتك لثلاث وجبات في اليوم مثلا، او اربعه او خمسه، بس اكلات بتقلل حجمها. الفواكه بقى والخضروات كترها، بس خلي بالك من الفواكه اللي هي ايه، بتزود التخن يعني. تمام. خلي بالكم العمليات يا جماعه، التخسيس في بعض الاحيان بتبقى خطر. يعني عمليه يعني انا ما بشورش على حد من اللي قريته ومن اللي سمعته. عمليه تحويل المسار دي بتبقى ليها مشاكل كبيره يا جماعه. تحويل مسار، مش عمليه تكميم، عمليه تحويل مسار. عمليه تحويل مسار دي بيحولها لك بقى على الامعاء، او يحولها لك مش عارف على ايه. بصوا، ليها مشاكل ان ممكن تؤدي العمليه دي لتلف بعض الاعضاء مثل الطحال والامعاء. وتلف احدى الاوعيه الدمويه والنزيف الداخلي، وبتكون ندوب هنا في تجويف البطن ومستقبلا ممكن تؤدي لانسداد الامعاء. يعني شوف بلاوي. فبلاش. انا لو منك نظم اكلك وشويه رياضه. طب انا مش قادر اسيطر على نفسي يا عم احمد، انا اعمل ايه؟ طيب انا راجل اكيل بحب الاكل، اتصرف ازاي يا عم؟ سهله. في بقى عمليه حلوه ولطيفه، اللي هي عمليه البالونه. بيحط لك بالونه بتاخد 80% من مساحه المعده، وبيتقل كده اكلك بيقل. يبقى انت بتحاول تقلل اكلك. طب يا عم احمد، انا معيش فلوس. خلاص يا عم، نظم. معيش، نظم اكلك. ما تاكلش اكل يزود لك سعرات حراريه ويتخنك. ما هو يعني انت يا كده، يعني يا مبوظ الدنيا. في كمان دلوقتي خلي بالك برضو، عمليه تكميم المعده ديت. في حاجه اسمها عمليه تقميم الدقيق عبر المنظار. ده ما بقى بيعملكش ندوب ولا يعمل لك حاجه ولا يعمل لك ايه، هو بيدخل المنظار وبيشتغل. بيقصوا حته بقى من المعده مش عارف ايه، او اللي بتخش من السره ومن عندي خيط البيكيني. دي عمليه تانية برضو، تكميم المعده دي برضو ما بتعملش ايه، ندبات ياما يعني. فالناس، انت لو تسالني، انا اقول لك يا عم الحاج، انا اقول لك اعمل ايه والله. اديها بقى اكلات خفيفه. طب انا عايز اكل جامد. دلوقتي بقى في حاجات بتسد الشهيه، روح لدكتور يقول له اكتب لي حاجه تسد الشهيه دي، بس من غير اضرار جانبيه. وما دام انت شهيتك واسعه، يعني هتاخدنا ولا ايه يا عم الحاج؟ الله يرضى عليك، خف علينا شويه. او يا ستي، بلاش للستات يا جماعه. انا بقى يعني ممكن الحلقه دي عشان الستات ما يستسلموش بعد الخلفه اكتر من مره، او بعد عمليه قيصريه ويستسلموا للتخن يعني. انتوا لسه ربنا يديكم الصحه وطولة العمر وتعيشوا مليون سنه جايين يعني. لان انتوا عارفين التخن يا جماعه هيؤدي لمرض السكر. التخن يا جماعه بيؤدي لامراض القلب. التخن يا جماعه بيعمل امراض السمنه. التخن يا جماعه بيقلل من الحيويه في الجسم، وتلاقي نفسك مش قادر تقعد ولا قادر ترتاح ولا قادر تيجي ولا اي حاجه يعني. فخلي بالكم. افضل حاجه، بص، هو عشان تخس عايز طولة بال وصبر، جلد. ما عندكش جلد بقى، اتبع بقى الحاجات، روح لدكتور بقى. بس يعني الله يعينكم، ما تعملوش عمليات يعني، وممكن تنجح معاكم.